السلام عليكم. مانيش نستعود عليكم برشا. نحكي على حكايه صغيره فيت في. حبيت نقدم لكم ماي القصوري هاي. حملت الحطب تصويرتها هذا الحطب. فوالا سيبورتيو في خونا الباشا. على ذكر الباشا شافوه برجولية قديتها له. برجولية قديتها له. صحتك. معرفش راهي تعمل توا دريال الكرون هذيك راهي هكا تعمل برجولية بصحتك. ما عرفتش شنو هي شنو باش تحكي توا. انا جهات كيما نقولوا فيها باش نشوف حاجة تحكي فيه في الموضوع هذا. بغيت ما في بالهمش اللي الكلاشينكوف هذاك ما كوبي كيما نقولوا فيها تتباع معناها لهنا في الاوروب يتباع كوبي وبالبطاقة تعريف معناها تاخذوا بالرخصة امورك واضحة معناها ما عندك حتى غلط. هذيك عيش الاوروب كل واحد برجولية تاخذ حقك لهنا. سبحان الله تحب تكسب كلاشينكوف ماهوش حقيقة هكاك بليزير شو لغة حاصل. البارح تفرجت في مانجر فقط سمير الوافي جايب لنا واحد بارعو باين بارعو عيني طايحة يتلاثوا بالكلام سون فوت بارعو. نعرف كمام ولاد حومة شعبية ونعرف واحد كذا بارعو وكذا واحد مش بارعو. ما تجيش معناها يجيبوا واحد يحكي في موضوع سياسي قدام شعب تونس الكل خارج في تونس وهو معناها ما تجيش كمان. سمير الوافي قبل ما يدخل الميسيون نتاعو يحكي مع الضيوف نتاعو كذا ويمكن زاد عامل معاه كاس معناها قبل ما يدخل فهمتني. كمان ان بو دو ريسبيت هذاك احترام لنا احنا نتبع احنا الملايكين اللي نتبعوا في واحد بارع معناها الناس كنت تستنى في الحلقه باش يتفرجوا في واحد فهمني عتاه ما تجيش ان بو دو ريسبي فما دي فامي يتفرجوا مع بعضهم كذا ما تجيش الحكايه جمله ما تركبش. هذه النقطه نتعداو. سي سيد طرابلسي قال لك انا خاطيني وما عملتش وكذا وما سرقتش اما ظلمت خويا ديزولي. انا كيما نقولوا شخصيا معناها كيما انا وما عرفتش بون كلمه الشعب التونسي يقولوا تسامحنا غلطنا فيك يدور لي حتى عماد زاد كمان معناها عامل قراب جوع دنيا فرامون يا خويا انا سامحناكم شو نقولوا اكثر من هكا ديزولي زاد معناها على قلق. يا سيد رانا مشكلتنا مش فلوس السرقة. هذيك السرقة والحكايات هذيك تصير في أي حكاية في أي بلاد في العالم فهمني. احنا مشكلتنا البوفوار معناها انتوما عباد واحد ما نجمش يوصل لكم عباد خاف منكم عباد عاكسين فيها فكوا سون بيتي فكوا سون بيتي. كهرباء تعجبكم تفكوه دار تعجبكم تفكوه ارض تعجبكم تفكوه معمل يعجبكم تفكوه اي حكايه مراه تعجبكم تفكوه. كهرباء فما واحد من عائلة طرابلسي ما عنده معناها سمعت عندي مده معناها قديمه الحكايه حب يفك كهرباء نتاع واحد جاي من الخارج فهمني يعلم به ربي فهمني كيفاش معبتها كهرباء الله اعلم. جي انت تحب تفكها له انا كهرباء هذيك عجبتني باش تبيعها لي قالوا لا ما نبيعهالكش قالوا لا باش تبيعها لي بالسيف عليك ولا نفكها لك قالوا فيه يا خويا خلينا نكمل بيع على الاقل فاكونس وفي اخر نهار نفدها لك. مشات هكاك الحكايه اخر نهار كلموا في الليل قالوا سي بون كذا يعني غدوه مروحه تك جا قالوا هاي الكهرباء كذا جا باش تفاهم معاه جبد حطاه في راسه مات صراحة هذاك على روح غير طيارة فهمني ديريكت وبتت معناها هذه حكاية نعرفها عندي مليانة صغير. خويا احنا مشكلتنا الظلم ظلمتونا
واحد ما نجمش يقول معاكم كلمه، ما نجمش يعمل حتى شيء معاكم، تسمع كلمه طرابلسي تقطع من الاخر. هذاك نحن مشكلتنا الظلم، البوفوار، الظلم والاستبداد. باهي يا خويا مسامحين، بروا اخطونا، بعدونا بروا عيش حياتنا، عطونا توا عندنا تونس، حبوا نوقفوا على صفاء، سيبونا خويا، بعد خلونا خويا 5-10 سنين ترجع تونس، والارهاب قرة ربي لاباس. شعبنا متثقف وواعي، قرة ربي ما يصيرش كيما البلدان الاخرى، امبوسيبل. هكا هذاك اش حبيت نحكيه خويا. يا مرا القصوري يعطيك تيت على تيت، نعم بوزينك.